بنقل نقلة ثانية من العرس، تسمح لي ولا عندك شيء بدك تقوله؟ المعروف في منطقة الحجاز المدائح النبوية، وللحجازيين ذوقهم وطبعهم وأداؤهم في قضية المدح النبوي، ونحن في زمن بدأت الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام ولخاتم المرسلين ولكل الأنبياء في ظل العلمانية المادية التي لا تعرف شيء مقدس ولا تعرف حتى فهم صحيح لحرية الفكر، الإساءة وقلة الأدب، أفلام وما نعرف ما حصل بدون ذكر تفصيل. ماذا نقول وماذا تقولون في مثل هذه الأجواء هذه إكراما للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وولاء وحبا لكل خير؟ في منها مثلا المدائح طبعا معروفة عندكم شيء. طبعا معروفة. نقول مثلا بمقام الركبي، مثلا مقام الركبي اللي هو من البيات: يا من أتانا بالنبوة والتقى وأقام دينا للإله قويما، يا من أتانا بالنبوة والتقى وأقام دينا للإله قويما، أنت الذي شهد البعير لفضله لما تكلم عنده تكليما، أنت الذي صلى عليه ربه شرفا وقال في حقه تكريما، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه.